السلام عليكم بنات. اليوم غادي نوجد معكم بسطيله حلوه، بسطيله سهله في التحضير على طريقتي. بالنسبه للمقادير عندي هنايا جوج دجاجات اللي غسلتهم وقطعتهم من قبل وصافي خليتهم يتسقطروا. عندي هنايا في البصله عندي 2 كيلو ديال البصله. عندي الثومه هنايا محكوكه، شي 7 دراس 8 دراس ديال الثومه محكوكه. عندي هنايا بالنسبه للعطريه كاين الخرقوم، سكينجبير، البزار، شويه تحميره، الملحه، ضامه ديال الزعفران وورقه سيدنا موسى. وعندي هنايا الزيت اللي غادي نقلي. المهم غادي ناخذ هنايا القميله اللي غادي ندير فيها نقلي فيها الدجاج، نعطي فيها الدجاج. المهم غادي ندير الزيت هو الاول. صافي غندير الدجاج. بالنسبه للناس هاد الطريقه ساهله ومعتمده عندي، ديما كنوجد بها بسطيله. صافي غادي ندير الدجاج كامل اللي عندي هنايا صافي، وغندير العطريه كامله هنايا، والربيع يكون مربوط بالربطه ديال القزبر والمعدنوس. صافي غادي ندير الثومه. صافي غندير في البوطه يتقلى. صافي البنات هذا شوف بالبوطه حتى يتقلى مزيان. قبل ما تقلى المهم زدت الحامض، كنت الحامض ما درتوش، زدت الحامض صافي. وغادي ندير مباشره البصله اللي قطعتها مربعات صغار. صافي وغادي نروي بالماء الكافي اللي غيطيب ليا البصله والدجاج. المهم البنات المرحله الثانيه غنقلي دابا اللوز درتو فوق هنايا فوق البوطه، غنقليه بالزيت بارده. صافي الاحسن تقلوه بالزيت بارده باش يتقلى مزيان. صافي غادي نخلي اللوز حتى يتقلى. هيا القميله صافي غادي غير يبدا يغلى ونخليه. صافي غنسد عليه ونخليه حتى يطيب الدجاج. صافي نحيد الدجاج ومن بعد غنكمل الطريقه. يلا البنات، من بعد ما طاب الدجاج حيدته هنايا، حطيته في هذا البصيل والبصله، درتها في الصفايه باش يتصفى من داك الروا اللي بقى ليا لتحت. مازال هاد شويه ديال الروا غادي نزيدو نرجعو نخويه على الدجاج والبصله. المهم الدجاج غادي نفرتو مزيان صافي، ومن بعد غادي نخوي البيض على البصله. صافي البنات غادي نزيد دابا البيض على البصله. عندي هنايا 7 البيضات غنزيدهم على هاد البصله. صافي المهم البنات ها هو من بعد ما طاب البيض صافي حتى كتشوف البصله بحال هكا. صافي غادي نطفي عليها دابا وندوزو باش نوجدو اللوز. من بعد ما قليتو غادي نطحنو هو والسكر كلاصي ولوشكه القرفه. صافي البنات غادي ندوز المرحله ديال اللوز، ها هو قليتو من قبل. صافي غادي نطحنو هو والسكر كلاصي وشويه ديال القرفه صافي، وغادي نعجنو بشويه ديال الزبده. صافي البنات من بعد ما طحنت اللوز غنزيد السكر كلاصي، ممكن نطحنوه معاه، ممكن تخليوه حتى تطحنوا اللوز. صافي غنزيد شويه القرفه بزاف. صافي غادي ندوب 2 معالق كبار ديال الزبده هما باش غادي ندلك بهم هاد اللوز. بنات صافي ها هو الدجاج فرتتو صافي قاديتو. المهم اللوز والقرفه والسكر كلاصي انا ما احتاجيتش نزيد عليه الزبده، صافي كنت غندير الزبده وما درتهاش. صافي ماكلتو غير بيديا، عطاني القوام اللي بغيت انايا. صافي هنايا البصله قاديتها هي والبيض صافي، وهنايا عندي الورقه ديال البسطيله صافي، وغادي نبدا نعمر فيها.
صافي المهم نبدا ناخذ الصينيه هذه دهنتها بالزبده صافي، وغادي نبدا نحط الورقه الاولى صافي. غادي ندير 4 الورقات في الجناب في البلاصه نبدا ندير الدجاج هو الاول في البلاصه ندير الدجاج كامل اللي عندي هنايا صافي. من بعد ما ستفت الدجاج حاولوا تقادوه في التستاف. المهم صافي غادي ندير البصله في بلاصه. من بعد ما قاديت البصله فوق صافي غادي ندير اللوز حاولوا ديروا اللوز كامل البسطيله كامله. بالنسبه من بعد ما جمعت درت اللوز كامل صافي دابا غنجمعوا ليها جنيباتها بحال هكا صافي، وغادي نبداو نفينيو فيها من الجناب كنلصقها بالدقيق وشويه الفورص والماء باش تقبط راسها مزيان باش ما تحلش ليكم باش ما تقطعش. بدات عندنا المطا من التحت درت غندير فوق منها 4 الورقات من الفوق غندهنها بالزبده. مازال غندير لها ورقه اخرى من الفوق غير باش ما تقطعش حيت انا عندي الورقه بايته. من الاحسن الورقه غير تجيبوها خدموا بها باش ما تسمحلكمش في الخدمه. صافي غادي نزيد الورقه الاخرى غنزيد جوج حيت الورق البسطيله عندي شويه كبيره ما غاديش تجيني وحده. صافي كندير جوج ورقات الاخرات هما اللي كنصب بهم البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله اللي وجدت معكم كيجي على هذا الشكل هذا. المهم زينتها بسكر كلاصي والقرفه وشويه ديال اللوز. كنتمنى الشكل البنات يعجبكم والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.